متتبعي وصفات لينا، كنرحب بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد على قناتي اللي غادي نوجدوا فيه واحد الكيك اللي ساهل وبمذاق الشوكولا وبلا بيض. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو 180 غرام من سكر سنيده ما يعادل كأس العنبة مع مرش. عندي هنا 50 مل من زيت النباتية ما يعادل ربع كاس تاع الزيت من عيار كأس العنبة. وعندي هنايا 200 مل تاع الحليب ما يعادل كأس العنبة عامر. وغادي نحتاج 3 معالق كبار من الشوكولا غبرة اللي تكون حلوة ماشي خام. وغادي نغربلها مزيان كيف كتشوفوا انه مشكل لينا حبيبات. وغادي نضيف نص كاس تاع الماء اللي بارد هكا الزيت وغير من الماء عادي، ما كانش ثلاجه وما سخونش. وبالنسبه للدقيق على حساب الدقيق اللي كتستعملوا كنبقاو عينينا ميزاننا. حيت كل مره كنستعمل الدقيق في شكل فاش كنبغي كنعبر الكميه ما تكونش بحال الكميه. يعني كاين الدقيق اللي كيشرب والدقيق اللي لا. وغادي نضيف الخميره الكيماويه ما يعادل 15 غرام. وغادي نخلط مزيان هكا بالطراب اليدوي. بعد ما سالينا العجين غادي نحتاج هكا الشوكولات خام اللي غادي نذوبو هكا في الميكرووندا. وغادي نضيف عليه تقريبا واحد 2 معالق تاع الحليب وغادي نضيفو للخليط. هاد الشوكولات محلوش مر وغادي نخلط مزيان. كيف كتشوفوا العجين كيجي على هاد الشكل هذا، ما ثقيلش وما خفيفش في نفس الوقت. وغادي ناخذ المول اللي دهنته هكا بشويه تاع الزبده ورشيته بالدقيق وغادي نضيف فيه الخليط كله. غادي ندخلو الكيك ديالنا للفران اللي بارد. ما هكا ما شعلتوش باش يسخن، باش هكا الكيك يتنفخ على خاطرو. ودابا غادي ندوزو هكا نصايبو واحد الكاناج اللي غادي نديرو به الكيك من الفوق نزينو به. غادي نحتاج ربع كاس تاع السنيده وربع كاس تاع الحليب وتقريبا 2 معالق كبار تاع الزيت النباتيه. وغادي نضيف ليهم نص تاع الشوكولا اللي كان بقى ليا، ضفت النص قبيله في الخليط وغادي نستعمل نص دابا في الكاناج. غادي نضيفوه كيذوب على نار مهيله وغادي نخلطوه مزيان. كيجينا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيعقب يختار. بالنسبه للشوكولاط ممكن تستعملوا الكميه اللي بغيتو. كان هذا هو الكيك بعد ما خرجناه هكا من الفرن كيجي على هذا الشكل هذا.
بعد ما زينا الكيك ديالنا بالغاناج غادي نزينوه حتى باللوز. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري على حسب المتوفر عندكم، وبغيتو تخليوه حتى هكاك عادي يمكن لكم تخليوه اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري ديروا لي اي حاجه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل وبحجم عائلي. وكيف قلت لكم انه بلا بيض، هكا نشجعوا بعضياتنا واللي كتعرف هكا شي وصفه بلا بيض او لا بلا حليب يمكن لينا نستعملوها. علاش لا؟ ماشي ضروري انه لما كانت شي حاجه متوفره عندنا عاد غادي نوضو نصايبوها، للتشجيع فقط. والكيك كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مذاق غزال يعجب الكبار وحتى الصغار. بالنسبه للصغار راه كيبغيو الشوكولا هكا. وكان على هذا الشكل هذا. كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.